ازاي نعرف نميز اذا كان العلف اللي احنا شغالين بيه علف جيد ولا غير جيد؟ قبل ما نعمل الحركة دي لازم تاخد بالك في 3 4 نقط تحطهم في دماغك. اول نقطة وزن الكتكوت اللي انت هتجيبه. لازم توزن الكتكوت لان الكتكوت عمر يوم لو وزنه مثلا 36 37 جرام غير لما يكون وزنه 44 جرام. هيفرق معاك في سحب العلف اليومي، هيفرق معاك في الوزن عمر اسبوع و14 يوم 21 يوم. النقطة الثانية درجة رطوبة وحرارة المناخ او الجو المحيط. يعني ما ينفعش تقيس دورة شتاء او دورة ربيع بدورة خريف او دورة صيف، لان الحرارة والرطوبة مؤثرين جدا في عملية التحويل. احنا خدنا في الكلية ان علف زائد مياه سهم كده يديك لحم، لكن معظم الناس ما بياخدوش بالهم ان فوق السهم محتاجين حاجة مهمة جدا الا وهي الاكسجين. يعني علف زائد ماء فوق السهم اكسجين زيادة يديك تحويل زيادة، وبالتالي دورة الصيف بيكون درجة الحرارة والرطوبة مرتفعة، فكمية الأكسجين المتاح داخل المتر المكعب داخل العنبر قليلة. العكس في الشتاء، الأكسجين المتاح في الشتاء أو في درجة الحرارة الباردة بيكون أعلى، فتلاقي دايما دورة الشتاء الفراخ بتكبر أسرع، تلاقي دورة الشتاء الفراخ اليوم بيومين من الصيف. يبقى الثلاث نقط دول لازم ناخد بالنا منهم كويس قوي قبل ما اقولك ازاي تميز اذا كان العلف اللي انت بتاكله للفراخ جيد ولا غير جيد. تمييز العلف البادي ما فيهوش مشكلة اول اسبوع 10 ايام، لانك تقدر توزن الكتكوت على عمر 7 ايام تحصل على 180 الى 200 جرام في المتوسط، بكده تقدر تقول العلف البادي كويس. طب يا دكتور عايز اميز العلف النامي وعايز اميز العلف الناهي. تمييز العلف النامي والعلف الناهي بيكون بشكل ظاهري سهل، لكن احيانا يكون تركيبة العلف من مركزات ونوع الذرة ونوع الصويا ومضادات السموم والحاجات دي اهم بكتير من الشكل الظاهري. طيب هنا بقى مربط الفرس، تركة الحلقة، ازاي اميز العلف النامي والعلف الناهي، وهو ده الاهم لان ده اللي استهلاكه بيكون اكتر والتمييز بيكون صعب. الطريقة الصحيحة انك تميز علف عن علف انك تدخل الاتنين في نفس العنبر. بتقسم العنبر بالطول مش بالعرض. يعني عندك 4 خطوط ميه و4 خطوط علف، هنا خطين علف مع خطين ميه، نفس الكلام خطين علف مع خطين ميه. بالطريقه دي بتكون انت مثبت نوع الكتكوت، نوع الهواء، النشاره، الرعايه اللي بتقدمها من خلال العماله نفسها، كل الظروف ثابته. خلال 5 6 ايام اوزن هتقدر تميز اذا كان العلف اللي انت بتستخدمه مقارنه بالعلف التاني ايهما افضل.